انتقلت قبل قليل إلى جوار ربها الفنانة القديرة خديجة أسد بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكانت المرحومة قد غادرت عشية اليوم أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء صوب منزلها بطلب من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية بسبب تداعيات إصابتها بالسرطان وعدم قدرة جسمها على التجاوب مع حصص العلاج الكيميائي. وتعد خديجة أسد الشهيرة بلقب لالا فاطمة من أبرز الممثلات المغربيات اللواتي بصمن الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين المسلسلات وتقديم البرامج والأفلام السينمائية. وشكلت مع زوجها الراحل عزيز سعد الله ثنائيا فنيا ظل راسخا في ذهن المشاهد المغربي. يذكر أن خديجة أسد رحمها الله ممثلة مغربية من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1952، وهي زوجة الممثل عزيز سعد الله رحمهم الله. وتعد سلسلة لالا فاطمة من أحسن وأشهر أعمالها، وكذا فيلم نمبر 1 سنة 2009 إضافة إلى تقديمها برنامج لالا العروسة لموسم الرابع سنة 2009 وكذلك سنة 2014. ودور البطولة رفقة زوجها عزيز سعد الله في مسلسل ماشي بحالهم سنة 2018. رحم الله الفنانة خديجة أسد. الصراحة والله العظيم إلا بكيت أنايا في هاد العشية هادي، بقات فينا بزاف ومسكينة. المهم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نقول إلا ما يرضي الله. الله يرحمها مسكينة ويغفر لها، يتقبلها عنده مع الصالحين والشهداء. وهادشي اللي نقوله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر عائلتها ووليداتها ويلحقها بالزوج ديالها مؤمنة إن شاء الله.